السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي من قناة كلام مش هيخلص، وصفحتي على فيسبوك غاوي إديتور، غاوي تعديل. اليوم هتكلم عن بديل حقيقي لبرنامج انترنت داونلود مانجر، ومش اللي جه دلوقتي. أيوه، نيد داونلود مانجر. مش هنتكلم عنه، أنا شرحته قبل كده وهسيب لك الفيديو في علامة الآي لو حابب تشوفه. برنامج نيد داونلود مانجر كويس وكل حاجة ومجاني، بس مش بيدعم لغة عربية، ودي مش مشكلتي مع البرنامج. لو حصلت معاك المشكله دي وانت بتنزل الملف من خلال برنامج نيد داونلود مانجر، ممكن تعطل الاضافه عشان هو مش بيدعم تحميل النوعيه دي من الملفات. ولو مستغرب انا ليه بستخدم البرنامج ده، هسيب لك فيديو في صندوق الوصف شوفه. أنا جاي أكلمك عن برنامج AP داونلود مانجر. البرنامج ده كويس جدا 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 جدا، ومجاني وبيدعم لغة عربية، وفيه مزايا كتير قوي. بصراحة كده أنا حاسس إن الكود البرمجي بتاع برنامج انترنت داونلود مانجر اتسرق واتحط في برنامج ده AP داونلود مانجر. يلا بينا على الشرح. لكن قبل ما نبدأ شرح، أرجو منكم الدعاء إلى صديقي الراحل الأستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. هتفتح جوجل وهتكتب AP داونلود مانجر، ثم الدخول على أول موقع. هيفتح معاك بالشكل ده. هنا بيقول لك إيه؟ واجهة مستخدم بسيطة وعصرية، واجهة مستخدم بسيطة ووضع مظلم افتراضيا، وسرعة تنزيل أعلى. حمل الملفات باستخدام اتصالات متعددة لزيادة سرعة التنزيل بنسبة تصل إلى 500%. وقائمة انتظار التنزيلات. أنشئ ملفاتك وأدرها في قوائم انتظار، مما يسمح بتنزيل جميع ملفاتك بالتتابع. 4. تنزيل المجدول. يمكنك إعداد مجدول لقوائم الانتظار الخاصة بك لبدء وإيقافها تلقائياً. 5. محدد السرعة. يمكنك تحديد السرعة لتنزيلك لمنع الآخرين من مواجهة اتصال ضعيف. 6. تكامل المتصفح. يمكنك تثبيت ملحق المتصفح لالتقاط الروابط تلقائيا من متصفح الويب الخاص بك، بس حتى الآن مش بيدعم غير فايرفوكس وجوجل كروم بس. 7. متعدد المنصات. هذا البرنامج متاح حاليا لنظامي التشغيل ويندوز ولينكس، وسيتم توفيره لمنصات أخرى قريبا. 8. مجاني ومفتوح المصدر. هذا برنامج مجاني ومفتوح المصدر تماما. هتطلع لفوق وهتدوس على جيت اب، وعندك طريقتين لتنزيل البرنامج. أول واحدة أيقونة التثبيت العادية، ذا نيكست، ثم فينيش. وتاني اختيار ده يكون ملف مضغوط ما تفك الضغط عنه، والبرنامج بيشتغل معاك على طول من غير تثبيت. بعد ما ينزل عندك هتروح للمكان اللي نازل فيه وهتفك الضغط عن الملف. أول ما تدوس على الأيقونة دي هيفتح معايا عادي خالص، وما تنساش تاخد اختصار على الديسكتوب. شايف شكله جميل ازاي ومرتب، وكمان بيدعم اللغة العربية. دي مشكلة تواجه ناس كتير قوي. لو طلعت ورحت للتنزيلات تلاقيها ملف اسمه ABDM، وفي كل الملفات مقسمة زي برنامج انترنت داونلود مانجر. وتعالى الأول كده ننزل الإضافة عشان تشتغل معاك على المتصفح. وتعالي بقى نغير اللغة. وتعالى بقى نجرب التجربة العملية. أنا دلوقتي هنزل برنامج OBS Studio. الأول خليني أفتح برنامج Net Limited بس علشان نعرف البرنامج شغال كويس ولا أي كلام. والبرنامج ده للناس اللي مش عارفاه بيعرفك البرامج بتاخد كام من سرعة النت، وممكن تحديد سرعة النت ولكل برنامج وحاجات كتيرة قوي. المهم نخش في الموضوع. شايف انت برنامج نت داونلود مانجر اشتغل تحميل لوحده من غير ما اديله الأمر انه يشتغل، ودي حاجة مش كويسة خالص، بس مش مشكلة. ثم الضغط على تنزيل هينزل معاك عادي خالص. ملحوظة، أنا عندي مشكلة في النت اليومين دول، بس هو واخد سرعة النت وزايد أنه مزود سرعة من عنده. إزاي؟ معرفش. وزي ما أنت شايف سرعة النت هي ما أنت شايف، بس زي ما قلت لك أنا عندي مشكلة في النت. أنا دلوقتي هوقف عملية التحميل وارجع أكمله عادي خالص. كليك يمين على الملف ثم استئناف.
تعال بقى نوقف عملية التحميل تاني، نشرح أفضل خيار في برنامج وده لازم تعملي. هتدوس على السهم ده، شايف هنا مقسم عملية النحميل على 5 مجموعة. احنا هنخليها 64 عشان ملف ينزل بسرعة كبيرة. هتدوس على إعدادات، ثم محرك التنزيل، ثم عدد الخيوط أو number of threads، أو بمعنى تاني عدد أجزاء التحميل. البرنامج لما بيحمل أي ملف مش بينزله كقطعة واحدة، لكن بيقسمه لأجزاء صغيرة ويبدأ يحمل كل جزء لوحده في نفس الوقت. كل ما زودت عدد الخيوط زي ما أنا عملت وخليتها 64 بدل 5 هتزيد سرعة التحميل بشكل واضح. الملف هينزل أسرع لأن البرنامج بيسحب من أكتر من اتصال في نفس اللحظة. لكن خليك عارف كمان لو جهازك أو الشبكة ضعيفة، الزيادة الكبيرة ممكن تسبب ضغط على الاتصال أو تقطيع. طيب أفضل اختيار يا أحمد غاوي؟ الأفضل تختار رقم مناسب حسب سرعة النت عندك. 64 كويس للسرعات العالية، لكن لو النت متوسط 16 أو 32 بيكون أفضل. الخلاصة، لو حضرتك عندك سرعة إنترنت كويسة زود عدد الخيوط علشان التحميل يبقى أسرع. أما لو النت ضعيف تخليك على رقم متوسط علشان ما يحصلش تقطيع أو بطء. نصيحة، دايما جرب كذا قيمة لحد ما تلاقي العدد اللي يديك أفضل سرعة بدون مشاكل. كان معكم أخوكم أحمد الغاوي، وده صوت بالAI، ويلا السلام.